السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة مطبخ الأميرة الشلفية. إن شاء الله تكونوا بخير حبيباتي. وصفتنا لليوم هي عجينة ليكيش، وصفة نحتاجوها بزاف في شهر رمضان. هذه العجينة ناجحة 100%. تبعوا معايا الفيديو للأخير باه تعرفوا المقادير وطريقة التحضير وأيضا طريقة الاحتفاظ بهم. نبداو على بركة الله في المقادير. في غيسيبيون حطيت 500 غرام تاع الفرينة، راح نوزنها بالميزان كما راكم تشوفوا في الفيديو، ونغربلها ونضيف الملح اللي هنا حسب الذوق، ونضيف ملعقة صغيرة خميرة حلويات نغربلهم. بعد ما غربلت هذيك الفرينة تاعي مع الملح وخميرة الحلويات، راح نضيف 250 غرام تاع الزبدة اللي تكون طرية، يعني تكون بدرجة حرارة الغرفة، ونبدأ نبسس هذيك الزبدة مع الفرينة تاعي كما راكم تشوفوا في الفيديو بهذه الطريقة. بعد ما بسست هذيك الفرينة تاعي مع الزبدة والملح وخميرة الحلويات، راح نضيف 2 حبات تاع البيض، ونبدأ نلم في العجينة تاعي غير بالأصابع بهذه الطريقة حتى تسلم لي كاع هذيك العجينة تاعي. هنا بعد ما لميت العجينة تاعي راح نديرها في البابي فيلم ونخليها تريح مدة 10 دقائق في الفريجيدير. نعاود لكم الوصفة. درت 500 غرام تاع الفرينة، 250 غرام زبدة تكون طرية بدرجة حرارة الغرفة، ملعقة صغيرة خميرة حلويات، والملح حسب الذوق. نبسس هذوك المكونات، من بعد نضيف 2 حبات تاع البيض ونلم العجينة تاعي. هنا بعد ما ارتاحت العجينة تاعي اللي كنت درتها في الفريجيدير مدة 10 دقائق، راح نبدأ نشكل فيها كريات. وزن الوحدة فيهم 27 غرام بهذه الطريقة كما راكم تشوفوا في الفيديو. نكمل نشكل العجينة تاعي كامل على شكل كريات وزن الوحدة فيهم 27 غرام بهذه الطريقة كما راكم تشاهدوا في الفيديو. بعد ما كملت شكلت كامل العجينة تاعي كريات، نبدأ نشكل فيهم في المول تاعي. المول تقدروا ديروه كبير تقدروا ديروه صغير كيما تبغوا. انا هذا هو المول اللي راني راح ندير فيهم. ما ديروا فيهم لا فرينة ولا زبدة، ما راحش يلصقوا معكم. نبدأ نشكل في العجينة في المول تاعي بهذه الطريقة. نشكل القاعدة، من بعد نبدأ نشكل في الجوانب كما راكم تشوفوا في الفيديو. من بعد كي نكمل التشكيل تاعهم ثقبوهم بالفرشيطة هكا باه ما يطلعوا لكمش من الفوق، وبلا ما ديروهم يبردوا ما راحش يهبطوا لكم في لي كوتي وما راحش يطلعوا لكم. نسقم هذيك العجينة في لي مول تاوعي بهذه الطريقة كما قلت لكم. نسقمهم كامل باه يجوني حبات شابين متقونين بهذه الطريقة. هنا بعد ما كنت كملت التشكيل تاع العجينة تاعي في المول كما راكم تشوفوا، نثقبوه مباشرة ونكمل بقية العجينة تاعي بنفس الطريقة، يعني نشكلوا القاعدة من بعد نبداو نشكلوا في الجوانب. كي نكملوهم نثقبوهم مباشرة. هنا بعد ما كنت كملت العجينة تاعي كاع اللي جاوني 40 حبة، نديرهم في فرن اللي يكون مسخن من قبل على 180 درجة. كاين خطوة مهمة بزاف اللي هي الطياب تاعهم ولا الطهي تاعهم. دخلوهم في فرن اللي يكون ديجا مسخن من قبل على 180 درجة كما قلت لكم. وكي ندخلوا السنيوة تاعنا نقصوا للفرن ونخليهم يطيبوا على راحتهم. علاه؟ باه يقعدوا لي مدة طويلة بلا ما ندخلوهم للمجمد. طيبوهم دوغي كلاغ كما راكم تشوفوا في الفيديو، لانه باه كي نعمروهم ونديروا لهم الحشو تاعهم يكملوا طيابهم. ان شاء الله وصفة اليوم تكون نالت اعجابكم. ما تنسوش تجربوها وتشاركوا الوصفة مع أصدقائكم مع العائلة تاعكم لتعم الفائدة. خلوا لي جيم للفيديو وتعليق مشجع. أيضا ما تنسوش أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.